السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعت معكم فيديو جديد. دخلت المطبخ، هو أنا مروقة من عند بالليل، فلقيت حبة المواعين دول. البوتاجاز زي ما انتم شايفين نظيف. الحاجة هرجعها تاني هنا، فقلت أغسل معكم حبة المواعين دول. القزاز دي احنا معبينها مية عشان دايما المية بتطلع عنديني. فاغسل معاكم حبه المواعين دول. وعاوزه اقول لكم وحشتونا، وشكرا لتعليقاتكم الحلوه والاشتراكات. كل اللي عمل لي اشتراك في القناه، وكل اللي عمل لي لايك، كل اللي كتب لي تعليق، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. هنغسل معكم حبه المواعين دول، خليكم معانا. بص، ما لقيتش بريل، رحت بعت بنتي جابت لي من بره اقضي بيه من الغرض، يعني اغسل بس حبة المواعين دول على بال انا ما هروح اشتري طلبات، اكمل الطلبات الناقصة. النهاردة الجمعة، اوصلكم الفيديو ديت ان شاء الله. ان شاء الله تكون جمعة مباركة عليكم ان شاء الله يا رب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اكثروا من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. يا ريت كل اللي يشوفنا يدعمنا في القناة ويشترك لي فيها ويكتب لي تعليق حلو. نغسل مع بعض حبة المواعين، بنشجع بعض يعني. بس يا جماعة حبيت اوريكم، انا كنت جايبة طقم توابل اللي هو ديتي. فهو لما انا بحط فيه جميع البهارات فهو تنظيفه صعب الصراحة. فانا النهاردة رحت حبيت مش راضي ينضف خالص، فانا حطيته في مية سخنة فهو باظ كده. فانا انصح اي حد ما يجيبهوش يعني، او كان لي لو واحد عارف انه لو في طريقة يا ريتني قال لي يعني، شاركتكم معايا وعطتوني نصيحة يعني. يلا الحمد لله، قدر الله ما شاء فعل. فهو كده ايه، انتهى طقم التوابل ديت. كان منظره شيك الصراحة، والله كان منظره شيك. يلا الحمد لله على كل حال، الحمد لله. كل سنة وانتم طيبين عشان فتح المدارس. ربنا يخلي لكم اولادكم ان شاء الله، تشوفون في الحاجة الحلوة ان شاء الله، في الحاجة اللي بتتمنوها. كل واحدة عايزة ابنها او بنتها تطلع دكتورة، مهندس، ان شاء الله ربنا يحقق لكم امنياتكم ان شاء الله يا رب. فهي فتح المدارس خلاص على الابواب، وكل سنة وانتم طيبين يا حبيبتي. وربنا يعين الناس الاهالي الصراحة ربنا يعين اولياء الامور على المصاريف الصراحة، وعلى الغلاء اللي احنا بقينا فيه. زمان الواحد كان يقضيها ويقدر يشتري ويقدر يجيب الصراحة يعني. الله يعين الناس ويكون في عون الناس يا رب ان شاء الله، ويرفع الغلاء والبلاء ان شاء الله. احب اعزي اخواتنا العراقيين في الحادث اللي حصل في الفرح. الصراحة الواحد انصدم يعني، وكانت مأساة فعلا يعني. الله يكون بعونهم، الله يكون بعونهم. ولا نقول إلا ما يرضى الله، إن لله وإنا إليه راجعون. قناتي لسه مبتدئة، عايزة تكبر بكم حبايبي وانتوا اخواتي في الله.
وربنا يسعدكم زي ما انتم ما تسعدوني، وتكتبوا لي تعليقات، واللي بيشترك لي في القناة وربنا يسعده ان شاء الله، ويجعل ايام كلها فرح وهنا ان شاء الله يا رب. واتمنى من اللي بيشوفنا ويشترك في القناة عشان اكبر بيكم، نفسي اكبر بيكم، مش عايزة استمر معاكم ان شاء الله. هستمر بيكم انتوا بتعليقاتكم الحلوة، باشتراكاتكم، ابداعكم لي، دعمكم ليا يبسطني. بصوا راح اشطف المعينات دول، وراح اخلص الحبة دول وراح اوريهم لكم عشان ما اقولش عليكم. بصوا زي ما انتم شايفين اديني خلصت الحوض، بعبي الكل من ميه عشان دايما الميه بتقطع عنديني. هفصل الميه ولا لسه؟ بصوا غسلت معكم حبه المواعين، بس زي بيقول المثل ما حدش بياكلها بالساهل. انا واقفه رحت اعزكم الله البلاعه راح اطبخها، دعكت المكان وحتى انا بهدلت هدومي ودعكت المطبخ ثاني زي ما انتم شفتوه، هو كان منسوح ورايق، بس يلا الحمد لله على كل حال، قدر الله ما شاء فعل. تمام. الكل ما انا هتعبى ميه راح افصل معاكم. فانا كده روقت الحوض، روقت الحوض وروقت المطبخ كله، وادي الشباك وادي البوتاجاز وادي قزاز الميه. لازم يا جماعه نخلوا ميه في البيت عشان دايما الميه بتطلع عندنا. بصوا المطبخ بتاعي حتتين، دي التلاجة ودي الغسالة. بص فهضطر ان انا همسح المطبخ وبعد كده ايه هوريكم هعمل ايه. دي الصالة اللي احنا بنقعد فيه، والله العظيم ده منظرها لما صحيت من النوم لقيتها زي كده. فانا بصوا راح اوريكم. طبعا راح اغسل الحيطان، راح اشيل الحاجه دي في الحيط الصراحه، وراح اغسل الحيطان هوريهولكم. الشاشه شغاله معاكم، المنظر ديكا زي ما انتم شايفين. كل ديكا راح اروقه واطلعه وراح اوريكم الشكل النهائي. هنا شلت الستاره مش هقدر عشان المدخل ديكا، وادي ايه المكان. بعد كده هنظف المكان وهوريكم اخر الفيديو ايه اللي عملته في غرفة النوم. لو انتم متابعيني معايا هتعرفوا في تغيير حصل في حاجة واحدة بس، يعني بسيطة على كداي. وهوريكم الشكل النهائي للصالة اللي احنا بنقعدوا عليه، وعايزة رأيكم في الاخر. غسلت الحيطة وحكنس الارضية زي ما انتم شايفين. انا بس مش هقدر اطلع الانتريه كله عشان المكان ضيق، فانا لازم اشيل جزء واخلي جزء، اشيل جزء واخلي جزء بس. فانتوا زي ما شايفين انا هكنس الارضيه وامسحها وخليكم معي ماشي. بس امسحها وابص ارجع الحاجه ثاني وانظفها واوريكم. تراب كتير مش عارفه ليه السجاد دايما يجيب تراب كتير كده هو عايز يتغسل قبل دخول الشتاء يعني. فان شاء الله نغسله مع بعض ان شاء الله. الشكل النهائي بتاع التسريحه زي ما انتم شايفين. انا وريتكم قبل ودي بعد، قولوا لي رايكم بامانه. بس والله العظيم انا تعبت في الفيديو ده تاي. يعني الصراحه روتين تشجيع، يعني شجعنا مع بعض. بس الصراحه مستنيه منكم لايكات وتعليقات، لايكات كتيري واشتراكات. اللي اشترك ليش يكمل اشتراكه يا جماعه، واللي يشوفني بالله عليه كل اللي يشوفني يدخل يشوفني يعمل لي ايه، يعمل لي اشتراك في القناه. دي الصالة زي ما وريتها لكم برضو قبل وبعد، كل حاجة شلتها بالأماني. حطيت الستارة دي. بصوا يا جماعة كل واحد باللي عنده، يعني أنا الصراحة الحمد لله أنا راضية.
الحمد لله. ولما اكبر كده بيكم ان شاء الله باخواتي الحلوين، هتستنوا مني مفاجآت كتيره وحاجات حلوه وروتينات وان شاء الله. بصوا زي ما شلت معاكم قولوا لي رايكم بالامان. انا وريتكم قبل كده بس والله انا الدور ده شلت السجاد والانتريه قليته، وزي ما انتم شفتوا حطيت الكمبيوتر هنا، وادي الستاره دي بتودي على مدخل المطبخ والحمام، وادي ادي الصالة من. ايه رأيكم؟ مستني رأيكم واشتركوا لي في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.